بس للاسف كرم ما لحقهمش. جرو اكتشف ان اللي خطفه وحيد ابو كف، بس ابو كف قال له لخص في حكايتك واديني السلسله. جرو اداله الحجر اللي توتو اداهوله. ابو كف قال له انت بتستقرضني، وخلى البودي جارد بتاعه يمسكه من رجليه اكنه هيرميه من البلكونه، وقعدوا يسالوه السلسله فين؟ قال لهم مش معايا. ابو كف جاب له التليفون وقال له كلم امك عشان تدفع فديه. في البيت كان النونوس كلهم عمالين بيرسموا خطه ازاي يلاقي جرو، واول ما سمعوا صوت التليفون بيرن جريوا عليه. كرم رد على التليفون وابو كف كان بيكلمه، قال له تجيب السلسله في عزبه ابو قتاده شارع الترعه الخضراء، قدامك يومين، لو ما جبتش فيهم السلسله مش هتشوف جرو تاني. النونوس هيقعدوا يحققوا مع توتو عشان يشوفوا هو ادى السلسله لمين بالظبط، لحد لما توتو بيعرفهم البيت وبيروحوا يجيبوا السلسله. بس وهما بيجيبوا السلسله بيكتشفوا ان السلسله مش مع الواد، وان السلسله مع عمه اللي لابسها في رقبته. توتو اول ما شافه ركب عجله وجري وراه. سيد وكرم وبيبو لقوا اتوبيس بيروح عزبه ابو قتاته، فقالوا هيركبوا الاتوبيس ده ويروحوا ينقذوا جرو. بالنسبه لعصابه السته الاشرار او اللي بقوا الخمسه الاشرار، قرروا يروحوا يجيبوا جرو من البيت، وداليا ديسكو قالت له وقعتك سودا. جريوا وركبوا